السلام عليكم يا أصدقاء قناة عجايب. النهاردة جايب لكم قصة رعب حقيقية أو شبه حقيقية حصلت في قرية منعزلة، واللي حصل فيها لسه محدش لاقي له تفسير. استعدوا واقفلوا النور عشان اللي جاي مش لأي حد. في قرية صغيرة محاصرها الغابات من كل ناحية، كان في بيت مهجور الناس كلها بتخاف منه، محدش بيقربله خصوصا بالليل. بيت قديم مكسور والدنيا حواليه دايما ضباب وكآبة. الناس في القرية بتقول إن البيت ده مسكون، في أرواح، في لعنة، في حاجة مش طبيعية. بس الحقيقة محدش عارف إيه اللي جوه. أكيد فار أو قطة مش أكتر. بس كريم ضحك وقال: استدار بسرعة، مفيش حاجة، بس حس بأنفاس باردة على رقبته ولمسة خفيفة على كتفه. لكن ده مكان زي العسل بالنسبة لصحفي مغامر زي كريم. كريم شاب عنده 27 سنة، شغال صحفي في قسم التحقيقات، وبيعشق القصص الغريبة والرعب والحاجات اللي الناس بتخاف منها. لما زار جدته في القرية، سمع عن البيت المهجور من جارة كبيرة في السن، وقالت له جملة خلت دمه يتجمد: يا ابني، في طفل دخل البيت ده من سنين ومرجعش. من يومها كل اللي قرب من البيت يا اختفى يا اتجنن. بس كريم ضحك وقال: ممكن يكون بيت قديم وخلاص، أو خرافات من بتوع زمان. بس الست بصت له بنظرة خلت الضحكة تطير من على وشه. تاني يوم كريم جهز نفسه: كاميرا، كشاف، جهاز تسجيل، شوية أكل، وقرر يقعد ليلة كاملة في البيت. وصل قبل المغرب بشوية، والبيت شكله لوحده كفيل يخلي أي حد يرجع في كلامه. شبابيك مكسورة، باب صدى، وريحه تراب وخشب معفن. دخل وقال لنفسه: يلا بينا نشوف ايه الحكاية. في الأول ما كانش في حاجة غريبة. صور المكان، سجل ملاحظات، وكل شوية يقول: ولا عفريت ولا حاجة، كله خيال ناس. لكن الساعة كانت قرب 9، وبدأ يسمع صوت خطوات فوق دماغه. قال: أكيد فار أو قطة مش أكتر. طلع بالدور التاني، الكشاف في إيده وكل حواسه شغالة. المكان كان برد بطريقة مش طبيعية، كأنك واقف في فريزر. لقى باب مفتوح شوية، دخلوا، ولا أول حاجة غريبة: رموز مرسومة على الحيطة زي دايرة كبيرة حواليها أشكال مش مفهومة، كأنها طقوس سحر أو استدعاء. أول ما وجه الكشاف ناحية الرسم، النور طفى، الدنيا اسودت، وسمع صوت همسات جاي من وراه. استدار بسرعة، مفيش حاجة، بس حس بأنفاس باردة على رقبته ولمسة خفيفة على كتفه. صرخ وجرى نازل، قلبه هيقف. حاول يفتح الباب، مقفول. إزاي؟ أنا سايبه مفتوح. وهنا في ركن من أركان الأوضة نور أزرق بدأ يطلع، مش نور عادي، نور كأنه حية بيتنفس. قرب منه ولقى جثة طفل نايم، بس شكله مش متحلل. ولما حاول يشوف وشه، الطفل فتح عينيه، وكانت سودة سودة خالص، مش فيها بؤبؤ، مش فيها حياة. والطفل بدأ يتمتم بكلمات غريبة مش مفهومة، لكن كريم حس إنها بتدخل دماغه مباشرة. دوار، صداع، صرخات، كأن في أرواح محبوسة بتصرخ جواه. وقع على الأرض، فقد الوعي. صحى تاني يوم الصبح بره البيت، كاميرته مكسورة، التسجيل اتحرق والكشكول اختفى. رجع على القرية وشه شاحب ساكت، ما قالش ولا كلمة. بعد أسبوع ناس قالت إنها شافته ماشي جنب الغابة، بس مش هو، شكله زيه لكن ملامحه ضايعة وعينه كانت سودة. الشرطة دخلت البيت بعد بلاغات عن صرخات ليلية، بس ما لقوش أي حاجة، كأن البيت نظيف، كأن ما فيش حد دخله من سنين. بس كريم اختفى. بعد كام يوم ست كبيرة في السن في القرية لقت كشكول قدام بيتها، الكشكول بتاع كريم. فتحت آخر صفحة، وكانت مكتوبة بخط غريب بس واضح: البيت ده مش مهجور، ده بوابة. ومن بعدها بدأت تحصل حاجات غريبة في القرية: أصوات بالليل، أطفال بيتكلموا لوحدهم، جدران فيها خدوش بتزيد كل يوم. وفي آخر صفحة ظهرت في الكشكول بعدين مكتوب: البوابة اتفتحت وانتوا الجايين. لو عجبتك القصة ما تنساش تعمل لايك وتشترك في قناة عجايب، وقولنا رأيك في التعليقات. ايه اللي حصل لكريم؟ وهل فعلا رجع، ولا اللي رجع كان حاجة تانية؟